الرحيم. شكرا لك أخي أستاذ عدنان، وأشرف بوجودي جنبا إلى جنب مع أستاذي صلاح أبو ربيع. كل التحية للحضور والرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا. نفهم قضية فلسطين ب5 أبعاد تمثل ماذا تعني فلسطين بالنسبة لنا. فلسطين هي وحدة الأرض، وحدة الشعب، وحدة المصير، والمشروع الذي ينظم هذه الثلاثية ما نسميه المشروع الوطني، وتأتي الخامسة التي تأتي القيادة التي تنظم هذه الرباعية. وحيث أننا نتكلم عن أرض وشعب، فإحنا نتكلم عن وحدة الأرض التاريخية لفلسطين من نهرها إلى بحرها، حتى ما نص عليه القانون الدولي بعودة كل اللاجئين إلى ديارهم ومدنهم التي هجروا منها عام 48. وحيث أننا نتكلم عن الشعب، فالشعب مشتت في أركان الأرض وله أبعاد جغرافية على اتساع القرى الأرضية، فبهذا القضية تحل حيث حل الشعب. وإذا أردنا أن نتكلم عن المصير ووحدة المشروع، على القائد أن ينظم بين الديموغرافيا والجغرافيا. وعندما تختل المعادلة بين الديموغرافيا والجغرافيا يحصل ما نحن عليه من أمراض نحن فيها. وعندما يضل القائد البوصلة نصل إلى مشهد ترامب الأخير، كيف يتعامل معنا كنكرات لا سيادة لنا، ونخلص إلى مجموعة احتكرت القرار وتسرقه لم تأبه بالشعب كما لم يأبه له ترامب. فمن أراد أن يتكلم عن مستقبل لمصير فلسطين المحررة التي ندعي بأن كل الشعب يجمع على مشروع الوطني التحرري، فنحن حركة تحرر لم ننفك ولم نبرح هذه المرحلة في هذا الموضوع. مشهد غزة بعد 2 والكاميرا لم تخطئ أي مشهد في غزة دون رتوش. لم يتنكر من هم تحت الذبح في غزة لمشروع المقاومة، لم يتنكر. ولا نتكلم عن شذاذ الآفاق والناكرات والهوامش، أتكلم عن مجموع الشعب كيف خرج من تحت الركام يتعامل مع المقاومة ويتعامل مع التحرير. هذا هو مشروع الذي يجب من أراد أن يسوس الشعب الفلسطيني عليه أن يسوس الرباعية هذه بانتظام استراتيجي غير مخل. وإذا أخطأ أي نقطة في هذه الرباعية يكون لا يعرف كيف يتعامل مع الموضوع هذا. وإذا أردنا أن نستدعي التاريخ، يوم إعادة بعث المشروع الوطني الفلسطيني في السبعينات جاءت مجموعة وأحيت. الشعب انتظم بالغالب مع هذا المشروع التحرري، فلم يظهر عندنا كلمة التمثيل لأنه في إجماع بهذا الموضوع. هذا الإجماع الآن صار في خلل من 74 وانت جاي. ومن ادعى تمثيل الشعب الفلسطيني على غير إرادته، والإرادة تعني الجماعية الذي تعني كل فلسطيني في العالم يقول كلمته في من يعبر عن إرادته. هاي فيها خلل وفيها شرخ، مما افترق المشروع الوطني الفلسطيني في أواسط السبعينات إلى لحظة يوم الناس هذا. وعندما نقول كل الشعب الفلسطيني معناه ستراعي كل جغرافية يعيش عليها الشعب الفلسطيني وتحتضنها كقائد فلسطيني. لا تعني بس الفلسطينيين، تعني السقف القانوني اللي عليه الفلسطينيين، تعني الثقافة، تعني لغة أختنا ليندا، تعني كل هذا. إذا أردت أن تأخذ هذا المجموع إلى المشروع التحرري وتنظمه، لأن وحدة المصير بنظم عدوك إنك أنت واحد قدامه، حتى لو كنت متنكر، حتى لو كنت والعياذ بالله عميل، أنت فلسطيني رغم أنفك وسيتعامل معك ضمن هذه الكينونة. ولذلك عملية استنهاض المشروع الوطني الفلسطيني، واسمعني أستعير من أخي بشار حكاها أول امبارح، إعادة بعث المشروع الوطني الفلسطيني على نظم هذه الخماسية بشكل حقيقي، والتعامل مع كل تفاصيلها.
وذبحنا بالمشروع الوطني الفلسطيني يوم همس الداخل يوم كان في الخارج بشيء ما، وانعكست الآية. والتهميش ليس فقط بالعنوان السياسي، التهميش بأدق التفاصيل يا إخواننا. تبدأ بالإحصاء. هيئة الإحصاء الوطني الفلسطيني مطلعتنا 15 مليون، مطلع الفلسطينيين خارج الوطن العربي 1,100,000. هذه ضمن عدم وجود إحصائية ونظم حالة التوالد، لأنه في النهاية بدك تتعامل مع الشعب، بدك تتعامل مع إسقاط حقيقي عشان تنتظمه. عندي معادلات ميدانية عملية، مؤشرات. ما في إحصاء برا فلسطين، ولكن نقعد مع إخواننا في تشيلي بقول لك إحنا مش 50,000، إحنا 500,000. في أوروبا طلعونا 300,000. عائلة قيس في شمال الدنمارك والحجة أم محمد صاحبتنا أجت هي وشباب في 92، الآن 130 نفر. عائلة الحج في شمال الدنمارك 150 نفر، بنسبة توالد طبيعي 13 ضعف. بهذا البعد كل شيء مسيس. وبالمناسبة الإحصاء حتى مسيس عند الدول التي يعيش الشعب الفلسطيني بكنفها بدون استثناء، مسيس حتى بالضفة وغزة، مسيس في 48. فبالتالي إذا أردت أن تنظم هذه المعادلة اللي هي مختلة إلى حد الشرخ، تحتاج إلى إعادة نظم من جديد. ولذلك الذي يشفق على حال الشعب الفلسطيني ويريد أن يتصدر مشهد يدعي فيه بين قوسين، وأنا من ضمن الادعاء، أنه يريد لهذا الشعب أن يذهب إلى حالة تحررية، عليه أن يبدأ من فهم هذه الرباعية وعدم الانتقاص فيها شكلا ومضمونا وممارسة. ولذلك إحنا منعيش حالة احتكار ليس على مستوى رام الله. بالمناسبة كل من لديه نفوذ في الشعب الفلسطيني ابدأ فيه وجر يعيش حالة احتكار هوى نفوذه، حالة احتكار منصة، حالة احتكار مؤتمر، حالة احتكار في الانتقائية. فإذا أردنا أن نذهب إلى حالة، علينا أن نذهب إلى حالة وسيطة يكون فيها الفاسيليتيتر المسير يوصل الشعب الفلسطيني إلى حالة تملك الإرادة الكاملة في من يمثله، في من يعبر، ولا ندعي على الإطلاق. ولذلك نحتاج إلى تأديب أنفسنا في مصطلح في الكلمة حتى ننسجم مع من يريد. لأن الشعب الفلسطيني عفوا ترى حارتنا صغيرة يا جماعة، الموجودين بيفهموا الحركة والفاصل والتفصيل والإماءة والغمزة وما إلى ذلك كلياتها. فبالتالي لا نتذاكى على أنفسنا. أدعي أني أنا من مدرسة ومؤسسة تخففت شوي من حالة الاحتكار لصالح الانفتاح. والمشهد اللي أنتم شايفينه، تعالوا حاسبوني أي مؤتمر زيه تروحوا بنفس المظلة تحاسبوني على هذا الموزايك بهذه المساحة بهذا التصدر بهذا الموضوع، ولكن ما في حدا استثناء من هذا الموضوع. حالة التمثيل هذه الآن لما بدي أكون عملي حتى أوصلها لا أستطيع أن أصل الكل، ولا ما لا يدرك كله لا يدرك جله. أول حاجة هي المبدأ رفع الغطاء عن كل من يقول أنه يمثل الشعب الفلسطيني على غير المشروع الوطني الفلسطيني وعلى غير إرادة الشعب الفلسطيني. هذه مستعجلة. الوقت في السياسة مهم جدا، بل هو الأهم. في لحظة بتنقلب الأمور، فبالتالي لا يسعفنا الوقت السياسي بفضل الترتيبات ولجان وما إلى ذلك. اللحظة مهمة. هذا التجمع يخرج بعناوين مهمة يشعر الناس بفارق. من أراد أن يشفق مرة ثانية على الشعب الفلسطيني يجب في وقفته أن يشعر كل من يسمعه في فارق عندك، فارق عملي، فارق في المبدأ في الأول أنك فاهمه وما إلى ذلك. ولذلك دون تكرار، أنا أنسجم مع كثير مما قيل خلال يومين دون تكرار. أنا معني بالفلسطيني الطفل في نيوزيلندا زي ما معني بالفلسطيني في مخيمات غزة وفي مخيمات الضفة. على أي مبدأ؟ إني أسير الفلسطيني في نيوزيلندا لصالح مشروع التحرري. لا أستطيع أن أسيره بمشروع التحرر إلا إذا عشت بيئته، إلا إذا عشت حالة البيئة العربية والإسلامية اللي تأخذوا معنا. ولذلك الموضوع موضوع شامل بالمشروع الدولي اللي سرق أرضنا. يا إخواننا ما خلوش شاردة ولا واردة. تشعر أنهم مليارات مش ملايين اليهود في العالم
من كثر ما انهم جيشين، واحنا اصحاب حق. الابداعات في شعبنا تجاوزتنا. الامثله اللي حكاها اخونا عبد الحميد، الدكتور عبد الحميد، واللي حكاها اسامه، واللي حكتها ليندا، تجاوزت، ولكن الميدان هذا واحنا مش عارفينه. فلذلك اذا في حاجه نجح فيها مؤتمر الشعب الفلسطيني خارج نوعا ما، انه عرفنا بعض. اهل تشيلي كانوا بالنسبه لنا قاره مرميه في البحر الهادي ما بنعرفش عنها، هاي هم جايين وبيحكوا، بنحكي معهم وبيحكوا معنا. فبالتالي المعادله فيش فيها نقصان، فيش فيها انتقاص. من ينتقص اي قامه مهما كبر من اي مشروع من اي فلسطيني هو ظالم مجرم بحق الشعب الفلسطيني. من يخل بمعادله الشمول للشعب الفلسطيني، وكلنا مضروبين على قوس واحد كلياتنا. ولذلك الاحتكار ليس خطورته وين يا اخواننا؟ ليس فقط خطورته تعطيل المشروع الوطني الفلسطيني، خطورته ايضا يؤذي من يريد ان يتحرك. خبر عندكم التنسيق الامني مع اسرائيل في الداخل تجاوزوا في الخارج لمراحل، بمعنى في دول وامن في اوروبا في العالم معوش خبرنا، صار معه خبرنا من ملف السفاره. فبالتالي الاستعجال في مشروع بعث المشروع الوطني الفلسطيني لصالح أن ننهض به لقدام. ولذلك من أراد أن يأخذه بده يأخذ بعدين: إعلان أنه إحنا مش موافقين، إحنا رايحين لا نمثل الشعب الفلسطيني، نحن نعبر عن إرادته لكي نمكنه من أن يتحكم مصيره. ولذلك إذا نجحت الثورة الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية، إذا وصلت إلى لجنة حق تقرير المصير، هو حق تقرير المصير في رام الله، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وهذا هو المشروع، هذا حق تقرير المصير اللي احنا بنقول. حتى اصحاب المشروع المرحلي يا اخواننا اخواتنا بيقولوا مرحلي لصالح التحرير الكلي، لمرحلي لصالح الرجوع ل 48. هذا البعد. الان فيما يتعلق في موضوعات التمثيل، نتبنى، وبالمناسبه مؤتمر مالمو لمن تابع مؤتمر فلسطينية اوروبا في مالمو ضرب للمشروع اللي بدي احكي فيه الان. وطنيا ما ظلش واحد من اصحابنا، ترى في بعضهم صداقه شخصيه ومبرة ودفع الى السب والشتم للمشروع البديل للشباب والمجال. ليش؟ تكلم عن شرعيه محليه ديمقراطيه. هذا المؤتمر الفلسطيني اوروبا لكي يعبر الفلسطينيون ليس تمثيلا لهم، تمثيلا لمن يشارك بالعمليه الديمقراطيه. فبالتالي احنا مجاميع، الناس عرفت بعض، حبت بعض، الطوفان قربنا من بعض بشكل كبير جدا. هذه المرجعيات لو سوينا نماذج منها، وموجود نوعا ما في امريكا اللاتينيه، بصير من يتحدث ما يتحدث ماجد باسم نفسه ولا باسم مؤتمر فلسطيني اوروبا، يتحدث باسم من انتخبوه. تحتاج الى حاله توافق من شخصيات ومؤسسات محليه تدعو إلى التسجيل، ولكن تحتاج إلى غطاء. الغطاء الوطني لو طلعت هيئة وسيطة هون وباركت، فصائل المقاومة باركت هذه الانتخابات، بصير عندك 10-15 حالة بتمثل عشرات الألوف بتقدمنا. وهذا ما أسميه التغيير بالتدافع السلمي الحضاري الوطني الذي لا ينقل المعادلة داخلنا، راح تنتقل لأنه اللي معه المفتاح بدوش يغيره. وهذا يضرب حالة الاحتكار، لأنه بالمناسبة الدول والدبلوماسيات عايشة حالة الفراغ الفلسطيني، الغربيين قبلهم حتى الأمريكان. فإذا كونت أي حالات تمثيلية بتقول لك أنا بمثل، ستدفع صاحب القرار أن يأتي إلى غصب عنه مش بخاطره. هذه بدها شيء من السرعة في الحركة على المبادئ الخمسة. وفي الطريق في عندنا مشاريع مهم جدا وهموم شعبنا اللي سمعنا بعضها وبعضها ناقص، زي هموم فلسطينية الخارج تحديدا لبنان، لأنه في امتداد لمعركة الطوفان في الجوار السوري والجوار اللبناني. كل هذه الأمور وما يحدث في غزة وإغاثة غزة بما يحتاج إلى ما نسميه خطة مارشال لإنقاذ غزة، كل هذه بدك تشتغل بها بالتوازي. ولذلك ما أتبناه، لو بدي أصيغ البيان من هون، أذهب إلى حالة التمثيل والمرجعية وكسر الاحتكار لصالح الجنوح للمشروع الوطني الفلسطيني، ثم أتعامل مع دعم
واحتضان كل لا تستطيع أنك تدخل مبادرات، أنت ما عندك إمكانات. كل من لديه إمكانات ونفوذ لدعم المشاريع والتحديات وأسمي التحديات اللي نظمناها ب8 تحديات الآن ملحة. وأختم فيها أخي عدنان، فيما يتعلق بغزة وما تحتاج غزة من إنعاش بهذا المجال، فيما يتعلق بالقدس والضفة والمستوطنات، فيما يتعلق في مجابهة المشروع الصهيوني، فيما يتعلق في موضوعة الأسرى، فيما يتعلق باحتضان حركة التضامن العالمية في هذا، فيما يتعلق في موضوعة التمثيل، ثم إعطاء غطاء للمقاومة اللي هي شرعنتها الوسائل، كل القوانين الدولية بما فيها الكفاح المسلح. هذا هو نص القانون الدولي. نعم. مش محتاجين ننتهكه. شكرا. هذه الثنائية ما بين التمثيل وكسر الاحتكار وما بين بالتوازي دعم المشروع هي ما يمكن أن نسميه رؤية ندخل فيها إلى مستقبل فلسطين المحررة، ويأخذ كل فلسطيني ما يريد مما نطرح في ادعائنا أننا نعبر عن إرادته. تحياتي لكم. شكرا جزيلا. شكرا. إذن هل تنجح محاولات احتكار حالة التمثيل الفلسطيني، كسر احتكار حالة التمثيل الفلسطيني وتنظيم انتخابات لتمثيل الفلسطينيين في البقعة الجغرافية التي تسمح بذلك؟ أسئلة كثيرة أثارها الأستاذ ماجد